الأكل يحب اللمة، هو الحاجة اللي دايماً بنتجمع حواليها في أي قعدة حلوة. في بدون مقادير هنا ونسمة بياخدونا معاهم في كل حلقة في قعدتهم، بنحكي في مواضيع مختلفة وقصص بتلمسنا وبتفكرنا إن القعدة الحلوة والأكل الحلو بنعيشه بدون مقادير. في حلقة النهاردة في بدون مقادير بنجهز لقعدة كبيرة على الفطار في رمضان السنة دي. أنا بتجهز حاجة الفتة البتنجان بالزبادي، وأنا هعمل لحمة بالقراصية. فيوجولي بسلق اللحمة الأول وبسيبها تستوي شوية حلوين على النار عشان تبقى طرية. هل انتوا سامعين الريحة؟ ولا لسه؟ مش محتاجة مني حاجة صح؟ أهم ingredient هو دبس رمتي في فتة البتنجان. مش عارفة، حاسة إن القراصية كفاية ولا لأ؟ أزود شوية؟ عاملة 2. اللحمة بالقراصية كانت نسمة هي اللي عاملاها في واحدة صاحبتنا في عزومة. صح، فاكرة؟ من 10 سنين مثلا. ده ممكن يكون حد من البنات جدا. Glad you came against all odds. دي السيجنتشر ديش بتاعتي بتطلب مني في كل عزايم. كانت واحدة صاحبتي واختها أردنيين هما اللي علموها لي. Smells good and looks good. بس تعرف أنا بموت في الفتة بتاعتك. أول مرة عرفت هنا في حياتي، كنت معزومة على سيربرايز بتاعت a common friend ما بيننا، كنتش أعرفها خالص. بس فريند بتاعت هنا صاحبتي قوي. وكنا لسه بقى في الأول بنتعرف على بعض جديد ولقيت حد بقى very dedicated هي اللي عاملة كل الأكل بتاع العزومة وكل حاجة للسيربرايز. ودقت الفتة قلت لهم لا يا جماعة ده فور شور 5 ستارز شيف بقى. لا بجد it's incredible. شفتي ده perfect للone jar. ده this is one jar. دي بقى الريسبي ماي ستيب ماذر. طب هاتوا كل واحد احط لوكس اميزنج. خلي بالك من انا وقفت على ما الجاكيت. انا قلقانه جدا. لا انا قلقانه انا كمان. طب استني خليكي أنا هعمل. خليكي انا هقعد. بس انتوا أصلا تعرفتوا على بعض فين؟ اوكي انا ممكن عايزه بس اديكي أهم حاجة أكلت اللحمة لا بالقراصية. عايزه في المغرب 4 سنين It's بس been 4 years على wellness seek. نفس الوقت كان فات. بس غالبا احنا في ويلنس سيك كنا كلنا في نفس الحته. اولا كنا كلنا في نفس الحته واللي بيضحك انه كل واحد رايح، يعني انا رايحه بالنسبه لي اعرف نسمه، دينا اعرفها مش قوي يعني من على الوش، فيروز اصلا قفش عليا عشان فكست لها في حاجه فاللي هو فرنسي دي كده فاكره لا انا ما قفش رضيتش عليها اتصور. عشان اشتغلوا مع بعض رايحين اللي هو اوكي. لا وبعدين نسمه اتكلمت، هي قالت ان هي الكروز هتبقى بين 10 ايام، فانا رايحه اصلا قلت لها لا انا اخري 4 ايام. وانا ودي رايحه برضو قايله لها انا اخري. دينا انت رايحه وكلمت دينا ام لايك بصي ساره انسي رايحه وانا اصلا ما بتكلمش معاها دلوقتي. عملت معايا حركه مش حلوه وما اعرفش اقولها. يعني بقول لك كله جاي طالع بقى عامل كده. انا طبعا مش عارفه البيهايند سين ده خالص. كله. انا بعت فويس نوت بالظبط. كل قلبي بقى اللي هو يا جماعه هي سفريه ويلنس، هناكل اكل هيلثي، وطبعا ما عملناش كده. وضحكنا ضحك. It was the trip of our lives يعني. لا احلى تريب في العالم. اكتر تريب ما كانش عندنا فيها expectations خالص. and it turned life around. كل واحد اللي هو انا هقعد 3 ايام، انا اصلا اليوم السابع بيطردوني حصار الرحله خلصت. لازم نروح، احنا محتاجين نرجع مصر. ايوه لان احنا قعدنا، ساره كانت جايه نص السفريه والمفروض تمشي، وفيروز جايين 3 نايتس، قعدنا لحد الاخر يوم من اول الكروز لاخرها. لا وكنا remember كوكو، انا كنت
انا يعني كنت اعرف ساره واعرف فيروز، وعلا كان بقالها سنتين عايزه تشتري لوحه and she just messaged me on WhatsApp، كنت عمري ما شفتها فاللي هو اخيرا. بس كاكو كان I never met her، وكانت بتقولي انا I'm an introvert ومش عارفه ايه، بس لقيتها لا يعني كلنا بنتكلم. لو اول مره قعدت معاها بس مش لازم، مش عارفه this has to be on video بس اقولها لك anyway. قعدت معاها وقعدت تقولي انا متشتته قوي في الشغل ومش عارفه ايه وكده، فما اعرفش ليه قاعده نتكلم عن الايه اهدنا الصراط المستقيم، انه it's not about، مش من ناحيه اللي هو دينيه قوي، اللي هو ازاي ربنا كان guide us in our daily life، وقعدنا نتكلم ازاي انا وهي بنتشتت بسرعه، وكلنا as a group نقعد نتشتت بسرعه، بس ازاي ان ربنا ممكن يهدينا بجد على صراط مستقيم في يومنا، how we can actually focus على حاجه واحده. لا صعب قوي، احنا كلنا we're very hyper، كلنا في مليون حاجه بتشدنا we have this super excitement. مش عارفه حاسه عارفه انك تهدي كده and to realize what's the path فعلا. ف I remember دي كانت اول conversation مع كاكو. انا اول مره اخد بالي ان احنا we're all hyper. يمكن لا فيروز ايه، ما احنا كل بيت بنروحه. لا فيروز انا مش هايبر، بس انا دماغي ما بتقفش، بس انا مش هايبر خالص. انتي في انا العادي مونوتون بس وهاديه. فيروز we connected عشان تبقي طفله معايا برضه. ترو، بس مش يمكن زيك. زيك احنا طبعا مهما صغرت ما بصغرش قدك. موضوع الانر تشايلد ده is pillar in this friendship، لان احنا بنبقى as silly as we come بقى. ايوه سامعه؟ مع العيال يعني الانر تشايلد بتاعي عنده مثلا ايه 16 سنه، الانر تشايلد بتاعي like 5 years old. ايوه يا ستة بجد. انا مش ده عادي. اخري، ما برجعش اكتر. احنا اصلا the way we connected ان دينا كانت in a transformation برضو. يعني اول مره اتعرفنا على بعض هي كانت she was going through a very confusing phase، عايزه تسيب حاجه she built وعايزه تبدا حاجه جديده، she's very successful here وخايفه قوي تاخد leap of faith في حاجه جديده ما تبقاش عارفه هتوديها فين، وتعرفنا على بعض. you don't know، اكيد you meet a lot of people اللي هو انت كنتي حاجه ومش عارفه هتبقي ايه، فبتبقي الناس وبلي بقى، انت مش عارفه fear، انت اصلا انت ما عندكيش حتى صوره من ايه اللي هتكوني. وانا مات نسمة حسيت ان هي عندها حاجه or clue or something طبعا كلولس ولا عندي اي حاجه، وبس ربنا كان كاتب لنا نبقى اصحاب يعني، بس اللي هو يلا يا دينا نبقى كلولس مع بعض. لا بس لا بس بجد فرقت قوي. your passion for music with the passion that you had كل حاجه بتعمليها ساعتها. انا عارفه ان دلوقتي بتعملي حاجه ثانيه خالص. لا I remember. لا كانت يعني the way we connected ساعتها. انا كنت حاسه ان يعني لو البني ادمه دي شايفه ان انا ممكن اساعدها في انها بس to find her path، I think ان احنا كان فكره انها to find the courage. It's not about the right decision، بس انا اديت لها بس اللي هو جمدي قلبك it's okay، ايه اللي هيحصل يعني. وانا كنت في الفيز دي، كنت بدات بقى اطلع من كوكون بقالي فيها سنين، واللي هو I will put myself out there وهاخد ريسكس، وايه المشكله، وما بقتش خايفه قوي من failure اللي هو ايه اللي هيحصل يعني موضوع باظ. في حته هنا I think it's very important فكره الريدينس، لان انتوا كلكم قلتوا احنا قبل ما نروح we were open you were ready. صح. بس اوقات كتير قوي بنقعد نبوش ناس ان هم يعملوا حاجات دلوقتي او go explore go do something go مش عارفه ايه they're not ready. If they're not ready it's never gonna happen. But there's a thin line برضو انه sometimes اللي قدامك فعلا is not ready، وعمرنا ما ناخد بالنا that they're not ready because only they know. But sometimes it really is fear. Well, I think it's only the person. يعني I think I felt it with you ساعات اللي هو sometimes you weren't ready. أقول ولا ما أقولش؟ لا. Sometimes I knew exactly what you had in mind، واللي موقفك was ساعات that you're not ready، وساعات was fear. بس الفرق ساعتها ان لو عندك ناس حواليكي زي ما احنا بنتكلم، الفير ساعتها بتقدري تشدي الشخص. ايوه that's the difference. That's what you were saying هنا، انه if she was ready and we had a conversation or conversations it takes one person. It works. But if they're not ready مهما ايه هتلاقي نفسك الشخص بيبعد عنك. في ناس يعني لو انا I'm not ready هبعد عنك. ده اللي اشتغل معايا.
لازم ازق الناس ان هي تعمل نفس عندك الحاجه. حق. صح. It doesn't work this way. True. كل واحد ليه Self-centered المقادير شوية. بتاعته. ليه وقت صح يعني هو اي ثينك ان التايمنج لعب دور كبير قوي، القدر والتايمنج، لانه هو التايمنج كان الايند ما بيننا واحنا ما بنعرفش. ودي حاجه ما بتحصلش كتير، لانه مش يعني اوقات كمان الجهازين بتاع الاشخاص مختلفين. دي حاجه برضو يمكن من السنين اللي فاتت، لانه وقت ما رحت الريتريت وجات لي اللي هو انا فايتني ايه العالم ده، كنت حاسه جماعه يلا بقى كلنا. بعدين اكتشفت انه هو كل واحد في رحلته هيروح في مرحله ما في وقت ما، يعني مش كل الناس جاهزه، مش كل الناس لو راحت الريتريت هيحصل لها نفس الحاجه على فكره. صح. فهي ديبيندز انه سبحان الله ان احنا بجد كنا on the same line. دي بلاسنج كبيره قوي الصراحه. احنا في ناس كتير قوي كانت المفروض تطلع السفريه دي وما طلعتش، وفي ناس اعتذرت لاست مينت، وفي ناس كانت جايه النهارده وما جاتش. and it ended up ان احنا السته اللي كنا على التريب دي، فزي ما فيروز قالت it was meant to be ناس معينه قوي تبقى موجوده. و I think انه ربنا اراد for some reason ان احنا كلنا نطلع في التوقيت ده، let our guard down. ودي مش حاجه سهله. احنا we felt comfortable around each other enough واحنا ما نعرفش بعض. and that's about where the energy comes in. ان الانرجي بتاعت كل اللي كان موجود خلت التاني حاسس بالامان انه let his guard down تماما، ونبقى completely ourselves. فبقينا ourselves في حته الvulnerability والعياط والانهيار والاوبننس بتاعت كل واحد بيحكي حاجات صعبه وجعاه قوي تو الهبل بقى اللي كنا بنعمله بالليل وتنطيط ورقص وكده. يعني حاجه من الحاجات برضو ان بحس it's easier انك to open up في الفتره دي، الفتره بتاعت انا مين مع ناس ما اعرفهاش. so much easier because انتي قدام الناس اللي تعرفيها انت في حته، فانت لازم غصب عنك بتحطي نفسك في الحته دي because we didn't know each other well enough خالص. it was this is what we needed. يعني انتوا كنتوا اقرب ناس ليا في الوقت ده من the closest people to me. اللي هو مين دول؟ هو ليه فجأة بتخرجي مع الناس دي؟ كلنا احنا اصحابنا كلهم قفشوا علينا، محدش فاهم. محدش كان فاهم، بس فعلا اقول لهم اصل في this is سولف what you need. كونكشن. يقولوا لي يعني انت ما عندكيش سولف بالظبط. كونكشن معانا بقفش. بقول لهم والله مش عارفه اشرحها بس it just happened. it's like you're forming you're forming a new version. مش بالظبط. اصحاب من وانتوا صغيرين. مش صحاب واحنا صغيرين، كل واحده فينا عندها set of best friends، يعني عندها شله صحاب بيقفشوا عليها وكده. لا بس هو فعلا زي ما فيروز ما بتقول انه I share مع الجروب ده حاجات مختلفة تماما. حتى عارفة، حتى لو your best friends ما اكيد عارفين عنك، بس the context of التايم لاين هو اكن يعني اتولدنا في الوقت ده لما سافرنا مع بعض، و what we share and how we compare وازاي we developed وازاي كل حد راح في حتة. ده مش بتلاقيه، يعني دايما بنقعد نضحك ان مش بنعرف نازم حد يخرج معانا. انا النهارده احنا بنحكي لك، لا بالعكس احنا مبسوطين ان احنا ورشين النهارده في الانرجي. لا بس قصدي تخيلي لو انت فجأة، يعني احنا النهارده متجمعين and we're sharing our experiences، حاجة لذيذة. بس قصدي لو احنا خارجين نتغدى مع بعض، لا كيوتك جدا، انت مش فاهمه بشعين. فانت لو اوتسايدر هتبقي حاسه طب انا مش فاهمه اي حاجه، اكننا بنقول لغه ثانيه، فاهمه؟ يعني من غير التفاصيل انا كنت كل واحد مختلف خالص. I wouldn't what was say الإحساس اللي كان مسيطر وقبل ما تروحوا الريتريت؟ الإحساس كله what was question. the I think feeling that was انا كان احساس بيرن اوت يعني دايما بقول قبل الريتريت بفتره قريبه كنت دايما ببقى حاسه ان انا عاوزه الم شنطتي وامشي. انا مش حاجه مضايقاني في بيتي ولا في جوزي ولا في اولادي، انا عاوزه امشي، مش عارفه امشي منين، ومش عاوزه اروح فين. بس كان عندي بيرن اوت مش عادي، يعني عمر ما كنت، يعني اوحش مرحله في حياتي، لان انا كنتش عارفه انا مين، وبجري في التراك بتاع كومبيتيشن. عارفه اكن بالظبط، يعني ده اكتر ميتافور، اكن كنت ماشيه وحد شدني اجري، فبجري انا مش متمرنه ومعيش لبس التمرين وخلاص اتس ان اندلس تراك. ده كان احساسي في شغلي، ان انا فجاه دخلت تراك
وبجري صاروخ، ولو قعدت اشرب ميه ده كان المايند سيت بتاعي، كانك هتخسر لو شربت ميه انا هخسر فلازم ابقى هموت. طب اتمرن طيب قبل ما ادخل حتى. فانا رايحه بقى بلبس التمرين ده اللي هو اللي لسه بتقولي على ويلنس سي. ده كانت الحاله اللي هو انا لبست هدومي ورحت. رجعت بقى نشوف هنعمل ايه. والله ده كان احساسي. انا بقى كنت عكس ساره. that's why we really connected عشان هي قاعده تقول لي انت ازاي عامله كده. انا كنت زي ساره بالظبط، بيرن اوت رهيب. بس قبل الريتريت بشهرين I changed my lifestyle completely. بس كان بقالي 10 سنين في بيرن اوت. فساره قابلتني في وقت I felt like I was her future self. ايوه هي تقول لي ازاي احكي لي ازاي، اقول لها لا انا مش عادي. فاهمه يعني ايه حد يلات جو. I let go of انا بالنسبه لي of my شغلي ده business. كان انا يعني Yes. ساره انسي هي الشغل اصلا. هنا بقى في حته فاهمة؟ مهمه قوي when your work becomes your identity. Yeah. كارثه. يس ده احنا كلنا ما كلنا ده كنا احنا ساعتها احنا كلنا work لسه was اقول our كلنا identity. كنا كده. ساعتها وقتها. كنا الا الحتة انا دي. انا الوحيده اللي لا. كنت لو انا كنت مخضوضه جدا من دينا كانت انا مش طايرة. فاهمه. انا عادي. كنت بس I still didn't know who I was. Yes. ولقيت نفسي في الريتريت الريتريت عشان ده. انتوا كلكم شفتوا حاجه فيا او خليتوني اعبر عن حاجات انا ما كنتش واخده بالي انه this is what I want to do. It was all about the coaching journey and the spiritual journey. فلقيت ده اللي انا بتكلم عليه والناس مستغربه. انا عمري ما هنسى. أيوة. it was true. انا شفت ساره in her journey. انا عارفه ان انت هتتكلمي عن journey بعدين، بس انا شفت بقى the transformation وفيروز كل حاجه. You witnessed it all. ساره انا عمري ما هنسى. هي فعلا كانت بيرن اوت فظيع وحاجات اتكلمنا عليها. لا مخضوضه جدا. يعني ايه دينا سابت البيبي اللي هي ايه ده؟ يعني حاسه ده اكيد ده هبل، وان انا مستحيل اعمل ده. لا بتقولي زي عندك وقت بتقعدي يعني الصبح تعملي ايه؟ بقول لها لا عادي بقعد اصحى اتفرج على السان رايز. انت بتتفرجي هي دلوقتي بتتفرجي على السان رايز. انت بجد بتعملي كده؟ قلت لها I meditate وبقعد بصحى براحتي. انا I work on my to do list. I wasn't like that. فهي كانت. فانا بالنسبه لي كنت رايحه اللي هو انا عايزه الم اصلا شنطتي، فلميت شنطتي ورحت بقى على هناك. فكان عندي صدمه انه في دايمنشن تاني، في ناس بتمديتك بتكتب طرق كتابه مثلا. تانية والله انا مش مصدقه ان انا اول مره اصلا عملت جورنالينج انهارت. عارفه بتحسي ان في حاجه سبريس. حاله الضغط. انا كنت في حاله الضغط. فده كان الايموشن اللي كان مسيطر عليا قبل ما اروح الريتريت. and since then بقى my self discovery journey started بقى اللي هو هاي ساره. يعني اللحظه اللي احنا كنا قاعدين فيها on the deck لما عيطت دي كانت اول مره يبقى في ساره بتكلم ساره اللي هو مالك انت بتاعتي ليه. فاول مره يبقى اللي هو هاي ايه اللي جرى. you got the chance انك تقعدي اقعد ثانيه ثانية هي بالذات وتسمعي ثانية وتشوفي ناس في نفس المرحله زيك. وبره هير كونتكست كمان. فلقيتي انه ايه ده انا مش لوحدي، ايه ده في ناس زيي، ايه ده في ناس بتمر بنفس الحاجات. انا خلاص وفيروز هنا- طبعا هنا كنا في تبتدي حته طبعا حته تانية خالص. في حته تانية طبعا خالص. انا وفيروز كنا طالعين من ديفورسز في نفس الوقت في نفس الشهر. احنا انا وانت في نفس الوقت برضه متهيألي. تقريبا Think. قريبين قوي من بعض. فيروز كانت اوحش يعني او مش عايزه اتكلم اون هير بيهاف بس الستيت اللي انا شفتها هناك انا شفته قبل الحضن ده خدت سنيك بيك جوه. شفت انه اوكي يا جماعه محتاجين بقى نقاش ومحاره ونبتدي نرمم بقى كل الكلام ده عشان في كسر جامد يعني. انا كنت desperate for a new beginning. يعني ده الاحساس اللي كان غالبني قبل ما اسافر. seeking a new beginning. I don't know what it is. I don't know how to find it. بس عايزه ابدا من جديد. عايزه صفحه جديده وابدا من جديد. فده كان المايند سيت اللي انا كنت طالعه بيه. وات اندد اب ان هو كان ترانسفورماتيف برضه. يعني كان صفحه جديده. I don't know. فيروز طبعا انا for me يعني الكلام اللي ساره بتقوله على الجري I can say the same thing بس مش على الشغل. ان انا بجري من نفسي. انا عارفه ان في حاجات I have to meet ولازم اقعد مع نفسي وافهم انتي الشخصيه دي بتعمل الحاجات دي ليه. وحسيت ان انا ساعتها I didn't know بس هي now looking back السفريه دي كانت فعلا احنا هنقعد نتكلم مع بعض ونشوف what are we going to do في حياتك انتي كفيروز. مش في شغل ومش nothing on the outside. It's everything on the inside. وبعديها حتى I did the inner child healing. لا I was I knew
كفايه ده جري therapy يعني. كفايه جري يعني اقعدي بقى مع changed. نفسك. I I changed. changed. لا قبليها كنت بعمل therapy بس I did بقى the inner child healing. It was I think one of the hardest things that I've ever done بس it's also the one thing اللي خلتني to go through this version of myself today يعني.